اهلا وسهلا بيك يا صديقي طالب سينيور 1. احنا النهارده باذن ربنا ان شاء الله كده هنشتغل في اخر شابتر معانا اللي هو اخر حاجه في المنهج، عباره عن 3 lessons هنقفلهم كده مع بعض. في البدايه النهارده هنتكلم عن lesson 1. مستر في البدايه هنا بنتكلم عن ايه؟ قال لي مستر شويه حاجات احنا عرفناها واخدناها قبل كده. بنتكلم عن البايوتكنولوجي. يعني ايه مستر بايوتكنولوجي؟ ثبت معايا كده، اول ما تلاقي كلمه بايو يعني بيولوجي. يعني ايه بيولوجي؟ يعني ليفنج اورجانيزم. تاني بايو يعني ايه؟ بيولوجي يعني ليفنج اورجانيزم. تاني يا مستر يبقى اول ما الاقي على طول كده وانا مغمض كلمة بايو يعني living organisms، يعني كائن حي من غير كلام ياما. فتعالى هنا في البداية كده نتكلم عن البايوتكنولوجي، التقنيات عن طريق استخدام الكائن الحي، ان انا اقدر اجيب انرجي من الكائن الحي. ايه ده مستر ينفع؟ قال لي تعالى نبص كده مع بعض. قال لي البايوتكنولوجي ده عبارة عن scientific field، يبقى مجال علمي بستخدم فيه، قلنا يا شباب living organisms أو الكومبوننت أو أي مركبات من الأورجانيك من الليفي أورجانيزم شبه الأورجانيك ماتيريال. قال لي to achieve specific goal، إن أنا أوصل لهدف معين، إن أنا أجيب بمعنى أصح انرجي أنا محتاجها. يبقى أنا عن طريق الكائن الحي أقدر أكون أو أحصل على الانرجي اللي أنا عاوزها. فتعالى هنا نكمل. طب مستر انا ايه المجالات اللي انا ممكن استخدم فيها البايو او البايو انرجي؟ قال لي ممكن يا مستر اول حاجه في الميديسن، يبقى اول حاجه في الايه؟ ميديسن، في مجال الطب. تاني حاجه اجريكالتشر، مجال الزراعه. تالت حاجه اندستري يعني الصناعه. يبقى انا يا مستر عندي كده كام فيلد، كام مجال اقدر استخدم فيه ال البايو انرجي، ميديسن، اجريكالتشر، اندستري. في مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب مستر الليفي اورجانيزم كده تقدر تديني انرجي. طيب الانرجي دي هنسميها ايه؟ قال لي هنسميها بايو انرجي. هنسميها ايه يا شباب؟ بايو انرجي. هنسميها ايه؟ بايو انرجي. طب تعالى اهو من غير ما اكمل، كلمه بايو يعني ليفنج اورجانيزم وانرجي يعني طاقه. يبقى انا كده هجيب طاقه منين؟ من الليفنج اورجانيزم. هحصل على طاقه من الكائن الحي. بالبلدي كده كلام بيبقى سهل معاك ومفهوم. طب يلا بينا، البايو انرجي ده عباره عن ايه؟ اهو انرجي جت منين يا مستر؟ من ليفنج اورجانيزمز. تاني يبقى دي يا مستر قلنا اول ما الاقي كلمه بايو يعني ليفنج اورجانيزمز، يبقى بايو يعني ليفنج اورجانيزمز. يبقى انا يا مستر كائنات حيه زي بلانت اور انيمال، يبقى نباتات او حيوانات باخد منها الطاقه، واقدر يا مستر كده احصل منها انها تبقى طاقه ايه؟ رينيوبل، متجدده. ومش بس كده، دي كمان environmentally friendly. تاني يبقى انا يا مستر البايو انرجي دي طاقه جايه من الليفنج اورجانيزم، الكائن الحي. طب ليها ميزتين، ايه هما الميزتين؟ اولا انها رينيوبل، متجدده مش بتخلص. تاني ميزه انها مالها مستر؟ بتتجدد. احنا قلنا دي اول ميزه اصلا رينيوبل. لا تاني ميزه مستر انها environmentally friendly، صديقه للبيئه، يعني don't clean او قصدي don't pollute، مش بتلوث البيئه، هي على طول كلين. يبقى تاني يبقى مستر هنا قلنا البايو انرجي الطاقه اللي جايه من living organism، دي يا مستر قلنا مالها رينيوبل، متجدده، وكمان فريندلي، صديقه للبيئه. طب مستر ازاي بقى الكائن الحي اقدر استخدمه تو بروديوس انرجي؟ انا مثلا عندي خطوتين. اول خطوه اسمها البايو ديجريديشن، يبقى اول واحده مين؟ البايو ديجريديشن. اول واحده مين؟ البايو ديجريديشن. اول واحده مين؟ البايو ديجريديشن. فتعالى كده مع بعض البايو ديجريديشن. قال لي مثلا هنا البايو ديجريديشن دي معناها ان انا يا مستر هيكون عندي دي بيولوجيكال ديكومبوزيشن، يبقى انا عندي ماده جايه من الكائن الحي اللي هي يا شباب الاورجانيك ماتيريال. يبقى انا همسك الاورجانيك ماتيريال، الماده العضويه، واحولها لانرجي. بس كده. ما هو بايو انرجي يعني بجيب طاقه من الكائن الحي. فهنا عندي البايو ديجريديشن التحلل البيولوجي. فهنا بنستخدم التحلل البيولوجي ان انا اجيب ماده عضويه من الكائن الحي تديني انرجي. هاخد دلوقتي الويستس، الفضلات بتاعت الكائن الحي اللي فيها اورجانيك ماتيريال، واجيب منها انرجي. قال لي مستر الكلام ده اعمله ازاي؟ قال لي عن طريق الكائنات الحيه زي البكتيريا. يبقى البكتيريا مصر اجيب الاورجانيك ماتيريال تديني انرجي. طب هو العمليه دي يا مستر بتكون ايه؟ طبيعيه ولا صناعيه؟ قال لي في الاثنين. ممكن تكون ناتشورالي او ارتفيشالي، يعني يا مستر اعملها عن طريق الطبيعه او بعملها
بصنع الانسان human intervention. فنيجي هنا يا مستر، طيب قال لي يا مستر دي كده بنحول قلنا الويستس تبقى انرجي. طب يا مستر زي ايه؟ قال لي يا مستر زي ما هناخد دلوقتي ان احنا بروديوس ننتج الميثان جاز، ان احنا ناخد الميثان جاز وكان بيوزد ان انرجي، والميثان جاز ده انا بستخدمه كانرجي، يعني هو قابل للاشتعال، اقدر استخدمه كده شبه الفيول بالظبط. يبقى كده مستر بالراحه خالص، يبقى انا كده يا شباب قدرت من الويستس الفضلات اللي جايه من الكائن الحي احولها لانرجي. شبه مين يا مستر؟ اول عمليه اخدناها البايوديجريديشن، بستخدم فيها ايه؟ بكتيريا عشان تكون لي ايه؟ الميثان، والميثان ده كده عباره عن ايه؟ انرجي. طب يلا بينا نفهم البايوديجريديشن خطوه خطوه، ستيب ستيب. وهم يا مستر كده قلنا يبقى البايوديجريديشن عباره عن ايه؟ بروسيس كونفرتنج. قلنا بنحول ايه يا مستر؟ الاورجانيك ماتيريال، الماده العضويه شبه الاورجانيك ويستس، لانرجي. يبقى الاورجانيك ماتيريال تبقى انرجي باستخدام الليفي اورجانيزم. زي مين؟ بكتيريا. زي مين؟ بكتيريا تاني. يبقى يا مستر البايوديجريديشن يبقى دي عمليه باخد منها الفضلات اللي جايه من الكائن الحي ليفي اورجانيزم احولها يبقى انرجي عن طريق كائنات حيه ليفي اورجانيزم زي البكتيريا. فنيجي هنا ناخدها، احنا قلنا مستر البايوديجريديشن كام خطوه؟ 4 ستيبس. تعال نمسكهم خطوه خطوه. قال لي اول خطوه اسمها ايه؟ هيدروليسيس. يبقى اول خطوه اسمها ايه؟ هيدروليسيس. قال لي مستر بص خد بالك الخطوات دي كلها مكمله بعض، ها؟ يعني انا مستر بشوف من البدايه لغايه النهايه لما احصل على الميثان. ففي البدايه اول خطوه كده، اول ستيب اسمها هيدروليسيس. قال لي مثلا الهيدروليسيس دي بنعمل فيها ايه؟ قال لي حضرتك بتجيب الكومبلكس اورجانيك ماتيريال، الماده العضويه المعقده، زي الكربوهيدرات او بروتين او فات. تاني، يبقى يا مستر بسرعه، قال لي حضرتك دلوقتي في الهيدروليسيس بيحصل ايه؟ بجيب الكومبلكس اورجانيك ماتيريال بحولها الماده تبقى سيمبل، اخف. طب زي ايه يا مستر المواد المعقده دي؟ قال لي 3 حاجات: كربوهيدرات، بروتين وفات. كربوهيدرات، بروتين، فات. مستر الكربوهيدرات بيتحول يبقى ايه؟ قال لي شوجر. والبروتين يبقى امينو اسيد، والفات فاتي اسيد. يبقى تاني، الكربوهيدرات بيبقى شوجر، والكربوهيدرات هيبقى شوجر، لكن يا مستر البروتين يبقى امينو اسيد، والفات تبقى فاتي اسيد. فتعالى هنا ناخد مثال. قال هناخد حاجه كربوهيدرات شبه الستارش، النشويات يا شباب. قال لي مستر في اول خطوه الهيدروليسيس الستارش بتتحول تبقى جلوكوز شوجر. يبقى انا حولت الكربوهيدرات لشوجر، حولت الحاجه المعقده لحاجه سيمبل. يبقى في اول خطوه حولنا الكومبلكس لحاجه سيمبل، زي الكربوهيدرات هيبقى شوجر، يعني الستارش بقى جلوكوز. في مشكله ده؟ تعالى نمسكهم واحده واحده، وتعالى اكتب لك الايكويشن عشان هي هنا مش واضحه. يلا بينا يلا بينا. تعالى يا مستر في البدايه كده نكتب ان انا عندي الستارش هتتحول تبقى ايه يا شباب؟ جلوكوز. يلا بينا. فهنا يا مستر الستارش رمزه ايه؟ سي اتش او. تاني سي اتش او، بس ده ايه؟ 6 10 5. تاني 6 10 5. قال بلس مين؟ الووتر. قال لي يا مستر بيبقى جلوكوز، وانت المفروض حافظ الجلوكوز سي اتش او 6 12 6. قلنا 6 12 6. تاني يا مستر يبقى انا كده حولنا الستارش بقى شوجر. بس خد بالك هنا بنكتب ان، والان ده يا مستر ده نمبر اوف موليكولز، عدد الجزيئات. فبناخد يا مستر الستارش بيطلع بعد كده يبقى جلوكوز، يبقى حولنا حاجه كربوهيدرات لشوجر، يبقى الحاجه المعقده بقت حاجه ابسط، وكده الايكويشن بقت معاك. نيجي هنا التاني خطوه. يبقى اول خطوه اسمها هيدروليسيس، حولنا الكومبلكس لحاجه سيمبل. بص في هنا لازم تبقى عارف احنا دلوقتي بنتكلم عن حاجه اسمها بايو ديجريديشن، ان انا هاخد الكائنات الحيه، حاجه من الكائنات الحيه احولها لانرجي. فهنا في البدايه بنتكلم ان البايو ديجريديشن بتتم عن طريق 4 ستيبس، 4 خطوات. اول خطوه اسمها هيدروليسيس، بجيب الكومبلكس الحاجه المعقده تبقى حاجه سيمبل. بالراحه كده، اول خطوه هيدروليسيس بنجيب الكومبلكس تبقى سيمبل. طب حاجات كومبلكس زي ما ايه يا مستر؟ 3 حاجات: كربوهيدرات بيبقى شوجر، البروتين يبقى امينو اسيد، الفات تبقى فاتي اسيد. دي اول خطوه. نخش على اللي بعديها. هتجيب الحاجات اللي انا طلعتها. ايه الحاجات اللي احنا طلعناها؟ اخدنا شوجر طلع، اخدنا فاتي اسيد طلع، اخدنا امينو اسيد طلع، صح؟ ناخد ال3 حاجات دول. دي الخطوه اللي بعديها بقى.
قال لي يا مستر هنا الخطوه دي اسمها ايه؟ جاي من اسيد تبقى اسيد او اسيدوجينيسيس. تاني يبقى هنتكلم دلوقتي عن تاني خطوه فيها الاسيد يا مستر هيتدخل، فتركز معايا كده نشوف دلوقتي الاسيد هيدخل ازاي. قال يا مستر بيتم عن طريق اسيدوجينيك بكتيريا، يبقى هيتم عن طريق ايه؟ اسيدوجينيك بكتيريا، ما جاي من اسمها. يبقى في هنا بكتيريا يا مستر هتحول بقى الحاجات اللي طلعت معايا الشوجر والامينو اسيد، هيتحول يبقى ايه يا مستر؟ قال لي هيتحول يبقى شورت تشين فاتي اسيد او الكحول. يبقى تاني يا مستر اول خطوه طلع لي 3 حاجات اللي هم ايه يا شباب؟ قلنا شوجر، امينو اسيد، وكمان فاتي اسيد. قال لي مستر اهو سيبك بس من الفاتي اسيد على جنب. قال لي هناخد الشوجر والامينو اسيد هنحولها لحاجه ابسط تاني، تتحول تبقى ايه؟ شورت تشين فاتي اسيد. تبقى ايه؟ شورت تشين فاتي اسيد اور الكحول. طب الخطوه دي اسمها ايه؟ اسيدوجينيسيس. تاني بقى الخطوه دي اسمها ايه؟ اسيدوجينيسيس. فبتحصل عن طريق ايه؟ اسيدوجينيك بكتيريا. انا مثلا مش بتطلع ده بس، مش بتطلع شورت فاتي اسيد والكحول بس، لا كمان بتطلع غازز. بتطلع جاز زي كربون دايوكسيد وهيدروجين. يبقى بتطلع ايه تاني؟ كربون دايوكسيد وكمان هيدروجين جاز. يبقى تاني في تاني خطوه اخدنا مصر اللي طلع من اول خطوه هيبتدي يتحول عن طريق الاسيدوجينيك بكتيريا، هيتحول لحاجات تانية ابسط خالص اسمها ايه؟ شورت فاتي اسيد. يبقى تاني قلنا ايه؟ شورت تشين فاتي اسيد، وبتطلع لي ايه كمان؟ والالكحول، وتطلع لي غازات شبه الكربون دايوكسيد والهيدروجين. يبقى دي تاني خطوه. الخطوه الثالثه هنمسك بقى الشورت فاتي اسيد نكمل بقى تاني. يبقى الخطوه الثالثه الفاتي اسيد والالكحول والغاز او الغاز اللي طلعوا دول هيبتدوا يتحولوا لحاجه ثالثه. طب مستر تعالى ناخد اسم الخطوه الاول، اسمها ايه؟ اسيتوجينيسيس. اسمها ايه؟ اسيتو، جاي من اسيتيك اسيد. فهو حتى هو بص بيقول لك انا طلعت اسيتيك اسيد برودكشن، يعني هو هيكون اسيتيك اسيد. فيلا بينا اهو اصحى، يلا بينا. يبقى هناخد يا مس الحاجات اللي طلعت تتحول تبقى ايه؟ اسيتيك اسيد. تاني يبقى اسمها ايه؟ اسيتوجينيسيس. يبقى هناخد الحاجات اللي طلعت معانا دلوقتي في الخطوه اللي فاتت هتبقى اسيتيك اسيد. يبقى يا مصر هناخد اللي فات اللي هو ايه؟ الفاتي اسيد والالكحول او الجازز، الحاجات اللي طلعت يا مستر بتتحول تبقى ايه يا شباب؟ اسيتيك اسيد. ما هو باين من اسمها هتتحول تبقى ايه؟ اسيتيك اسيد. طب رمز الاسيتيك اسيد ايه؟ CH3 COOH. بنقول CH3 كح، ماشي؟ يلا CH3 COOH. يبقى ده رمز الاسيتيك اسيد، وبيطلع برضو الهيدروجين والكربون دايوكسيد لسه معايا. في مشكله ده؟ طب يلا رابع خطوه والاخيره اسمها ايه؟ ميثانوجينيسيس. باين من اسمها. يبقى هنا هيكون ايه يا مستر؟ الميثان جاز. بيتم عن طريق ايه؟ ميثانوجينيك بكتيريا. ميثانوجينيك بكتيريا. لو تلاحظ كده يبقى الخطوات التانية تالتة رابعة بتتم عن طريق بكتيريا، وكل خطوة يعني سمينا على اسم البكتيريا اللي بتعملها. سميناها اول واحد، تاني واحدة اسمها ايه؟ اسيدوجينيك او اسيدوجينيسيس. يبقى اللي بيعملها ايه؟ اسيدوجينيك بكتيريا. التالتة يا مستر ما كان ليها اسم الاسيتيك اسيتوجينيسيس، هنا البكتيريا ما قلناش اسم. هنا رابع خطوه اسمها ايه؟ ميثانوجينيسيس. فاللي بيعملها قلنا ايه يا شباب؟ ميثان، او بنقول عليه يا شباب ميثانوجينيك بكتيريا. قال مستر ميثانوجينيك بكتيريا هاخد ايه؟ اخر حاجه طلعت، هي اخر حاجه طلعت ايه؟ الاسيتيك اسيد اللي هو رمزه ايه؟ CH3 COOH. قال لي امسك الاسيتيك اسيد هيتحول يبقى ميثان، دي خطوة. وممكن تمسك الكربون دايوكسيد والهيدروجين وبرضه يبقوا ميثان، الخطوة التانية. يبقى هنا مستر بيطلع عندي فرعين، ممكن يحصل عندي حاجتين. ايه هما يا مستر؟ ان احنا نمسك الاسيتيك اسيد ويبقى ميثان، او الكربون دايوكسيد والهيدروجين ويبقوا ميثان. في مشكلة ده؟ يبقى نمسك تاني. يبقى هنا مثلا عندي حاجتين اهم. هنمسك ايه يا مستر الاول؟ الاسيتيك اسيد. قلنا الاسيتيك اسيد رمزه ايه؟ CH3 COOH. CH3 COOH. يبقى كده تاني يا مستر. يبقى في الاول ممكن اخد الاسيتيك اسيد، قلنا رمزه ايه يا شباب؟ CH3 COOH. هتتحول تبقى يا مستر ميثان، يبقى CH4. وهيطلع لي ايه تاني يا شباب؟ كربون دايوكسيد. يبقى الاسيتيك اسيد حول لايه؟ ميثان، وكمان كربون دايوكسيد، وكمان كربون دايوكسيد، وكمان كربون دايوكسيد. دي اول خطوه. تاني خطوه قال لحضرتك هتمسك الجازز اللي طلعت معاك. هو مين الغازات اللي طلعت معاك؟ ما هم اتنين، الكربون دايوكسيد والهيدروجين.
قال لي مستر هيكونوا لك ايه؟ الميثان. هيكونوا ايه؟ الميثان. هيكونوا ايه يا شباب؟ الميثان. يبقى هو يا مستر تاني خطوه معايا ان انا يا مستر اهو هياخد الكربون دايوكسيد والهيدروجين ويكون لي الميثان ويطلع مع ايه؟ ووتر. هيطلع مع ايه؟ ووتر. هيطلع مع ايه؟ ووتر. اهو كده اهو الكلام. مستر فاضل لي بس هنا اخر حاجه ان احنا نعمل بالانس للايكويشن دي. هنا مستر طلع معايا كام هيدروجين؟ 4 و2 يبقوا كام؟ 6. بس هنا 2. طب ايه العمل؟ بص لخبطه يا مستر. طب هنا بص هنا كام او طالعه؟ داخله 2. هنا كام او طالعه؟ 1. نحط هنا 2. كده الاو ظبط. الهيدروجين لسه. الهيدروجين هنا طالعين كام؟ 4 و4 يبقوا 8. فانا عايز اللي داخل يبقوا 8. يبقى هعمل هنا تايمز 4. وادي كده الايكويشن بتاعتي. يبقى هنا يا مستر اخر خطوه اخدناها ان بيتحول الاسيتيك اسيد او الكربون دايوكسيد والهيدروجين يبقوا ميثان. ففي الاخر المهم ان احنا نكون وصلنا للايه؟ للميثان يا مستر. ان الميثان يا مستر يكون وصلت له. يبقى انا عندي كام خطوه هنا؟ 2. اول حاجه ان انا همسك الاسيتيك اسيد هيبقى ميثان اند كربون دايوكسيد، او الكربون دايوكسيد والهيدروجين يبقى ميثان وفي ووتر. والخطوتين دول بيتموا عن طريق بكتيريا اسمها ايه؟ ميثانوجينيك بكتيريا. ميثانوجينيك بكتيريا. يبقى بكده يا شباب اخدنا اول حاجه هي البايو ديجريديشن. يبقى اول خطوه في البايو انرجي ان انا اجيب انرجي طاقه من الليفنج اورجانيزم، ان انا يا مستر استخدمت كائنات حيه حصلت منها على الانرجي على الطاقه شبه البكتيريا في اول خطوه البايو ديجريديشن اللي حصلنا منها على الميثان جاز. تاني خطوه هنا يا مستر الكيميكال بروسيس. ان هنا بص يبقى في هنا حاجات كيميكال هيحصل. قال لي زي ايه مستر؟ قال لي زي البايو فيول. مش البايو فيول احنا عارفين من الدروس اللي فاتت كلها ان ده نوع من انواع الانرجي. ده بيديني طاقه وجاي منين؟ بايو يعني ليفي اورجانيزم، وفيول وقود. يبقى هو وقود جاي من الليفي اورجانيزم. يبقى ده مستر كده فيول جاي منين؟ الليفي اورجانيزم. كائنات حيه زي مين ومين؟ قال لي هنا البلانت والالجي. طب مستر عايز اعرف دلوقتي قبل ما اكمل هنا البايو فيول زي ايه؟ حاجتين انت واخدهم برضو اللي هو مين ومين؟ ايثانول وبايو ديزل. يبقى الايثانول بايو ديزل. طب تعالى كده نمشي واحده واحده. هنبتدي دلوقتي مستر نعرف الكيميكال بروسيس فور بروديوسينج بايو فيول. فاول حاجه ان احنا هنطلع الايثانول، وتاني خطوه ناخدها بتاعه البايو ديزل. تعالى ناخد دلوقتي بتاعه الايثانول بروديوسر. يعني مستر دلوقتي هكون ايثانول. ازاي هنكون ايثانول؟ قال لي حاجه اسمها فيرمنتيشن. فيرمنتيشن يا شباب العمليه دي اسمها تخمر، وهعرف ليه كمان شويه. يبقى دلوقتي ان انا هحصل من الكائنات الحيه ليفنج اورجانيزم قلنا شبه البلانت او الالجي ان انا نحصل منها على فيول وقود زي مين هنا؟ الايثانول. فهنا مثلا بايو ايثانول بيطلع. قال لي في البدايه كده بنجيب حاجه ستارش او شوجر، يعني بنجيب نشويات او سكر بيتحول يبقى سيمبلر شوجر، يعني هيتحول يبقى جلوكوز عن طريق الهيدروليسيس. قال لي بعد كده الشوجر ده نعمل له عمليه اسمها ايه؟ الفيرمنتيشن. يحصل له فيرمنتد عن طريق مين؟ اليست. تخمر. يبقى محتاج ايه؟ خميره، يست فانجس. فدي بتطلع لي بعد كده مين؟ ايثانول اند كربون دايوكسيد. يبقى انا كده طلعت الايثانول. وصلت الايثانول البايو فيول الوقود اللي جاي من الكائن الحي عن طريق مين يا مستر؟ في البدايه كده كان معايا اهو جبت حاجه من النبات. ما انا اجيب الستارش او الشجره دي من النبات فبقى جلوكوز، وبعد الجلوكوز اعمله فيرمنتيشن بقى ييست. قصدي عن طريق اليست بطلع لي ايثانول. يبقى تاني مستر جبت حاجه ستارش حولتها عن طريق الهيدروليسيس لشوجر زي مين؟ الجلوكوز. فاحنا هنا مسكنا الجلوكوز اهو CHO 6 12 6 صح؟ قلنا هنا هيحصل عمليه اسمها فيرمنتيشن. يبقى مين هنا كان الحي اللي هنستخدمه؟ اليست. فهيطلع لي ايه؟ ايثانول وكربون دايوكسيد. الايثانول رمزه ايه يا شباب؟ C2H5OH. الايثانول ايثانول يعني 2 ايثا 2C 2 كربون اهم C2 ومعاها 5 من الاتش ويتبقى معايا OH. وانت لازم هتبقى عارف بعد كده ان شاء الله لما تكبر ان الكحول لازم يبقى فيه OH، وده اللي بيميز الكحول. يبقى تاني يا مستر يبقى احنا كده عرفنا ان انا معايا الجلوكوز عن طريق اليست بقى ايثانول الكحول وطلع لي كربون دايوكسيد. يبقى انا كده مستر قدرت من الكائن الحي طلعت منه استخدمت منه ماده اللي هي الجلوكوز، جبت منها نوع من انواع الفيول وده هنسميه يا شباب البايو فيول. ده نوع من انواع الوقود الحي وده اللي هو مين؟ الايثانول. قلنا الايثانول رمزه ايه؟
C2H5OH، والايكويشن لازم تبقى محفوظه ومتفنشه. نيجي هنا اخر حاجه هنا في ان انا اجيب وقود تاني عن طريق كائن حي اللي هو البايوديزل. اللي بص بقى هنا البايوديزل مختلف شويه عن البايو ايثانول. ليه يا مستر؟ قال لي انا برضو بستخدم نبات، بس مش نبات بس، ممكن كمان حيوان. بس ايه اللي بستخدمه من الفيجيتابل من النبات؟ قال لي الاويل. واللي بستخدمه من الحيوان الفات. يبقى انا هستخدم اويل اور فات. قال لي مستر لازم كونتين بيحتوي على ايه؟ تراي جليسرايد. يبقى جواه ماده اسمها تراي جليسرايد. قال لي بتتفاعل مع الكحول. بتتفاعل مع مين؟ مع الكحول. زي ايه؟ قال لي ميثانول او ايثانول. وانت المفروض عرفت رمز الايثانول اللي هو رمزه ايه؟ C2H5OH. طب الايثا يعني فيه 2 كربون اهو C2، لكن الميثا ميث يعني 1 كربون يبقى CH3OH. الميثانول تاني CH3OH، لكن الايثانول C2H5OH. يبقى تاني يا مستر، يبقى احنا جبنا حاجة من الدهنية بالبلدي، يا اما اويل يا اما فات. هنحط عليه حاجة من الالكحول، يا اما ايه يا اما ايه، يا اما ميثانول يا اما ايثانول. يبقى اهو، يبقى احنا كده جبنا الاويل حطينا عليه ايثانول. قال لي لازم هنا تستخدم كاتاليست، عامل حفاز. وانت الكاتاليست المفروض اخدته في ماذر 3 وبقيت عارفه بالتفصيل. يبقى انا كده يا مستر هحول قصدي الكاتاليست اسمه ايه؟ صوديوم هيدروكسيد NaOH. وهتنسى الكاتاليست بيتكتب على السهم. فيديني ايه يا مستر؟ البايوديزل، الوقود اللي انا عايزه، الباي فيول اللي انا عايزه. اخر حاجه ويطلع لي كمان معاه جليسرين. لو سمحت فرق كده تاني معايا ما بين التو بروسيس دول، ازاي بنجيب ايثانول وازاي نجيب بايوديزل. الايثانول يا مستر ان انا عندي ايه؟ جبنا مستر الجلوكوز، حطينا عليه ييست فانجس، طلع لي ايه يا مستر؟ ايثانول وكربون دايوكسيد. لكن في البايوديزل استخدمنا ماده دهنيه، يا اما اويل يا اما فات. والاويل جه من الفيجيتابل والفات جه من الانيمال. وحطينا عليه قلنا حاجه من الاثنين، يا اما ميثانول او ايثانول. لو سمحت احفظ رمز الاثنين. الميثانول CH3OH، لكن الايثانول C2H5OH. فنيجي هنا نحط كاتاليست، عامل حفاز اسمه ايه؟ صوديوم هيدروكسيد. يبقى لو سمحت الفرق ما بين الايثانول والبايوديزل، في الايثانول استخدمنا يعني حاجه بتحفز، هو مين؟ اليست فانجس، عمليه الفرمنتيشن. لكن في البايوديزل استخدمنا ايه؟ صوديوم هيدروكسيد. فده طلع لي ايثانول وكربون دايوكسيد، لكن ده طلع لي بايوديزل اند جليسرين. واتمنى كده الدرس خفيف معاك، تكون فهمت كل التفاصيل بتاعته. وفي الاخر كده احب افهمك تبقى عارف انت ذاكرت ايه. عرفت يعني بايو انرجي؟ عرفت يا مستر ان انا عندي خطوتين ان انا اجيب منهم بايو انرجي. اول واحده اسمها بايو ديجريديشن، بتتم عن طريق 4 خطوات. تاني حاجه البايو او بنقول عليها كيميكال بروسيس، الطريقه الكيميائيه، وقدرنا نحصل منها على بايو فيول، يا اما ايثانول او بايو ديزل. وعرفت ازاي الايثانول وازاي البايو ديزل. وبكده يبقى الليسون خلص معانا، وان شاء الله كده يبقى فاضل لنا 2 سيشنز ونخلص المنهج الترم ده، ونبتدي في الريفيجن اللي هتبقى قوية جدا. وهيبقى البوكلت او المذكرة معاها جامدة جدا جدا. وحابب اقول لكم من البداية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اقدر اوفرها انها تتوزع لاي حد هيبقى محتاجها يقدر يشتريها وهيشتغل كده معايا منها. صدقني انت مش هتحتاج اي حاجة خالص غير ان انت تتفرج معايا على الفيديوز وانت قاعد في البيت. هيجيب لك بس البوكلت لان انا لازم ابعته لك، وهتشتريه كده مني اونلاين ويوصل لك لغاية البيت ان شاء الله. وتحل معايا كده من الفيديو وتذاكر كده من البوكلت بتاع ملخص المنهج. هتلاقي نفسك مش محتاج اي حاجة خالص، يا دوب هتتعب بس ان انت تذاكر معايا، وباذن ربنا تجيب الفول مارك في الماده وميبقاش في اي خوف خالص من انتجريتد ساينس واحنا مع بعض. فان شاء الله استنى كده معايا في باقي السيشنز التفاصيل بتاعت الريفيجن هتبقى عامله ازاي. واستنوا اجمد ملخص للمنهج كله واحسن واسرع فيديو كده ان شاء الله يبقى فيه شامل المنهج كله وحل اسئله على المنهج كله. واشوفكم على خير. سلام.